السلام عليكم. عمرك دخلت تشتري حاجة ولقيت أول سعر طلع لك غالي جدا وتستغرب إنك بعدها بدقايق بتلاقي سعر أعلى وفجأة مخك أوتوماتيك يبدأ يقول إن ده كده الأسعار منطقية. ده مش جنان، ده حاجة اسمها لعبة أول رقم. تعالى هقولك إيه اللي بيحصل. الفكرة ببساطة إن أول رقم عينك بتشوفه دماغك بتسجله إن ده المقياس اللي هبدأ أقيس عليه، يعني أزيد منه أغلى، أقل منه معقول، حتى لو الرقم ده بالنسبة لك هو كان كبير أصلا. يعني أول حاجة هتشوفها 10000 مثلا، بعدها بدقايق هتشوف نفس الحاجة بسعر 15000، بس مخك اوتوماتيك هيقول ده كده معقول. وده مش علشان هو مناسب فعلا، لكن عشان دماغك اتبرمجت على اول رقم اللي انت شفته، فهتبدا كل الارقام اللي جايه اللي هتشوفها هتقارن على اول رقم انت شفته. زي مثلا نازل تشتري موبايل وعامل رينج مثلا 15000 جنيه، اول موبايل شفته في العرض 28000 جنيه مثلا، فاللي بعده تلاقيه مثلا بسعر 19000، فتقول هو ده كده سعره مناسب جدا، مع انه لسه غالي واعلى من البادجت اللي انت حاططها، بس دماغك في الوقت ده قارنته بال 28 مش باللي في جيبك. وبرده في المطاعم تفتح المنيو كده تلاقي اول طبق ظاهر قدامك ب 500 جنيه، بعده طبق ب 250 جنيه، فعقلك اوتوماتيك يقول ابو 250 جنيه ده معقول بالنسبه لي، ده اللي انا محتاجه، لان اول طبق او كان اول مقياس بالنسبه لمخك هو اللي عمل الازمه دي. طبعا في شركات او في ناس بتستهدف انها تزود لك في الاول عشان لما تيجي يحط لك السعر اللي هو محتاجه منك تلاقيه بالنسبه لك مناسب. الخلاصه دماغك دايما بتميل انها تختار اللي في النص، لا الغالي قوي ولا الرخيص. فنصيحه، قبل ما تشتري اسأل نفسك انا فعلا محتاج ده، وهل ده السعر اللي انا كنت حاطه من الاساس، وهل هيبقى مناسب معايا ولا لا. بس كده وشكرا. انا عبد الرحمن نبيل، وده فيديو من سلسلة ايه اللي بيحصل.